السلام عليكم. ويا بغينا نوجه واحد الميساج للسي بن سديرة. قال لك سيدي خايف من المخابرات المغربيه انها تعتقلوا ولا تغتالوا ولا تتابعوا ولا. والله اخويا الاش غنقول لك كارانتي من عندي انا، والله المخابرات المغربيه ما مسوقه لك ولا مديه فيك ولا عارفك كاين. كتسحب راسك حتى حاجه وشان شي تنعس. والله ما المخابرات المغربيه ما لقات ما دير، غتحضيك انت دابا مسوقين لك التدرب شنو والله ما مسوقين لك ولا عارفين كاع كاين. مرات نطرح سؤال نقول فرضا لو انه صرا لي مشكل انا في اوروبا في فرنسا وقادرين المخابرات المغربيه يلقيوا القبض عني، يختطفوني، يقتلوني، يديروا لي اي حاجه، اعرف جيدا انهم عندما يقررون التخلص مني يتخلصوا مني بسهوله، باغتيال، بسجن، بمؤامره، باي شيء. السؤال المطروح في حال تعرض بن سديرة لمكروه او اختطاف او اغتيال او اي شيء، هل الدوله الجزائريه مستعده للدفاع على بن سديرة؟ اسمح لي نسولك، هذا بن سديرة شكون هو؟ زعما شكون انت في ملك الله؟ هل المصالح الجزائريه مستعده للوقوف مع بن سديرة؟ كون هاني اخويا، كون هاني غوت وشطح حتى تعيا، والله ما دافك ولا تسوقوا لك ولا يعرفوا لك كاع واش كاين فوق الارض. هل الجزائر تحمي عملائها؟ للاسف الشديد بالنسبه لي انا امر خطير وخطير جدا. عجبك الفيديو ولا عجبك التعليق ما فيها باس ديروا لنا واحد لايك وديروا واحد المتابعه، ما فيها باس. شنو غتخسر الا درتي لايك ولا درتي لايك ودرتي شي تعليق ودرتي متابعه؟ ما تخسر والو، كليكه وحده بالصبع، ما تكلفك حتى ميم با اون سكوند. يلا اخوتي، شكرا.